أنت عارف إن ابنك دايمًا لمّا بيعلّي صوته مش بيبقى قاصد إن هو يعاند معاك أو يستفزك، بالعكس دي طريقة بتقول لنا إن هو عايز يعبّر عن كلام كتير جواه، الكلام ده ممكن يبقى جاي من ألم أو من وجع أو من إن هو خلاص كبر ونِفْسه إن هو يعبّر عن اختياراته بنَفْسه، ولكن للأسف هو بيعبّر بطريقة غير مقبولة، وعشان كده إحنا دايمًا في البيت بنركّز على السلوك، لكن بننسى نسمع الكلام اللي وراه. ولمّا الطفل بيبتدي يكبر دايمًا بيحس إن هو محتاج حد يسمعه، ولمّا الحوار ما بينكم بيبقى مسموع ومفهوم، بيبدأ يعرف ويتعلم إزاي يقدر يعبّر عن نفسه ولكن بطريقة أهدى. فنلاقيه دايمًا بيعترض على اللبس، بيعترض على الخروجة، بيعترض على الأكلة، بيعترض على طريقة كلام معيّن هو اتعوّد إن هو يتعامل بيها. فمحتاجين الفترة الجاية إن إحنا نبعد شوية عن قاعدة كُن فيكون. فكرة الأوامر المستمرة، فكرة إن هو محتاج ينفّذ الأمر عشان أنا قُلت كده، عشان أنا الكبير وعشان أنا اللي فاهم. ابننا وبنتنا محتاجين الفترة الجاية يحسّوا إن هم ليهم رأي وليهم قرار وليهم اختيار، ده هيساعدهم ويساعدكم في إنكم تبنوا علاقة أفضل، بس محتاجين منكم إن أنتم تسمعوهم.